يا زكية، انت انطرشت يا بنت ولا ايه؟ الجرس بيضرب بقاله كتير ما بترديش ليه؟ يا بنت شوفي مين على الباب يا بنت. كنت في المطبخ يا ست، دوشة البوابير مش مخليني اسمع حاجة ابدا. انا عارفة بس هيكون مين على الصبح، دي الساعة لسه 10. يا فتح يا عليم. حاضر حاضر. هو انت مين يا زكية؟ ده صلاح يا ست ابن الجماعة اللي فوق. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا صلاح، ازاي ماما؟ بتسلم على حضرتك وبتقولك ايه يا حبيبي؟ عاوز حاجة يا صلاح؟ ماما بتقولك احنا واخدين منكم 60 قرش، فلو سمحتي تخليهم جنيه، ويوم القبض هجيبه لغاية هنا، بابا هيقبض يوم الاثنين. حاضر يا حبيبي. خد يا ابني، سلم لي على ماما، افتحي له الباب يا زكية. مع السلامة يا صلاح. ممكن يا طنط تديني مشابك الغسيل والفرامة بتاعتكم؟ ادهم له يا زكية. امرك يا ست، مش ناقصين الا الست ام صلاح اخرى. خد يا سي صلاح، حاسبوا على المفرمه، المشابك اهم 24 مشبك، يعني دستتين مش ناقصين ولا مشبك. هاتهم دغري احسن بكره عندنا غسيل. حاضر. جرى ايه يا بنت يا زكية؟ مش تلم لسانك شوية؟ ايه الكلام الفاضي بتاعك ده؟ يوه. هي المشابك هتطير ولا المفرمة هيجرى لها حاجة؟ ما هي ست حاجه تفور الدم، كل شويه بعتلنا ولادها، اللي عاوز كوبايه زيت عشان عندهم سمك النهارده، واللي عاوز شويه سكر احسن عندهم ضيوف، والمره دي عاوزين المشابك والمفرمه وفلوس كمان. دي خيله كدابه. طب وماله يا بنت؟ مش الناس لبعضها كلها يومين ويرجعوا الفلوس؟ هيعملوا ايه اخر شهر يا زكية؟ يا ست مش كده، مش للدرجه دي بقى بذمتك يا ست. اللي يشوف الست ام صلاح وهي خارجه في الشارع اخر تواليت وشياكه يقول ان في شنطتها وفي بيتها ما فيهمش غير 40 قرش وسلفهم كمان. لا، ولا اللي يشوف بسلامته جوزها وهو طالع منفوخ يقول ياما هنا ياما هناك، يفتكر ان في القبه شيخ، ولا يعرف الحقيقه. يا بنت وانت مالك ومال الناس؟ يا بنت خليكي في شغلك. مالي ايه يا ستي؟ قال على رأي المثل، اللي يشوف البيت وتزويقه ما يشوفش من جوه نشفان ريقه. والنبي يا ستي، والنبي ومن نبى النبي ده عتريس الغلبان الفقير، لكن فقير ليه فشر وغلبان عشان ايه؟ دي محفظته مليانه جنيهات. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا زكية؟ جنيهات ايه ومحفظة ايه؟ وتعالوا قولي لي هنا، عتريس ده بقى يطلع مين؟ عتريس الزبال يا ست. اللي بياخد الزبالة بتاعتنا، اللي سكان العمارة لما يصادفوا ويقابلوه على السلم ما يرضوش يبصوله، يبعدوا عنه، ما يرضوش يصبحوا عليه، ما يرضوش يحيوه تحية ربنا. والله يا عال، وايه بقى اللي عرفك ان محفظته مليانة جنيهات؟ اصل يا ستي، اصل انا مكسوفة. ده يومنا نادي النهارده، الشمس طالعة ومتهيألي زي ما تكون الطيور اللي في الجنينة كلها فرحانين بينا، بيغنوا وبيتنططوا. تعرف يا زكية؟ نعم. أنا قلبي يفضل يدق طول الجمعة، واستنى يوم أجازتك زي ما أكون مستني يوم العيد. يعني بتحبني يا عتريس؟ الله، إلا بحبك، ده أنا بحب الدنيا كلها عشان انت فيها. ده يوم ما ربنا يجمع شملنا يبقى يوم المنى يا زيزي. زيزي؟ زيزي. هو انا ليا غيرك ادلعه؟ هدلع مين امال؟ الله، مخضوضه كده ليه؟ لو حياتك يا عتريس ما تقولي زيزي تاني. ليه بتزعلي ولا ايه؟ مش انا اللي هزعل، امال مين؟ يا سلام يا عتريس، انت مش عارف ان الست الصغيره اسمها زينات وبيدلعوها في البيت ويقولوا لها يا زيزي؟ هبقى انا زيزي وهي زيزي، حد يسمعك بعدين يزعلوا. طب ما يزعل ازاي بقى يا ست؟ الاسامي دي بتاعت ربنا، ما هياش ملك حد. الزمن ده راح خلاص، وكلنا واحد من اب واحد وام واحده، والرزق بالله، هو اللي بيرزق الكل، وعمر ما كان رزقنا على العبد. هو انت هتفضلي عندهم على طول لغايه ربنا ما يعدلها يا عتريس؟ تعال يا اخوي، دي تاني مره اشوف فيها الجنينه. مش دي اسمها جنينه الحيوانات؟ يا شيخ اضحك كده بقى، ما تعكرش دمك. يلا تعالى فرجني زي الناس على الجنينه. ما هي زيزي حاجه تعكر الدم تاني؟ ما قلنا نبطل زيزي دي. تعالي نتمشى في الجنينه. تعال. زكية. نعم. ايه رايك؟ انا جوعت، انت ما جوعتيش؟ جوعت يا اخوي. عاوز تاكل ايه؟ اقول لكش ايه؟ تيجي ناكل سميت وجبنه؟ هو ما فيش حاجه هنا غير السميت والجبنه؟ في يا عتريس، بس حاجه غاليه قوي ملناش دعوه بيها يا اخوي. فين؟
في حته هنا اسمها جزيره الشاي. كان سيدي بيجيب العيله كلها ويتغدوا فيها، بس ما اعرفش كانوا بيدفعوا كام. وليه ما نتغداش فيه؟ لا يا عتريس لا، كل واحد يا اخويا يمشي على قده. قال على قد لحافك مد رجليك. لحفنا طويل والحمد لله. انت مستحقراني في نظرك ولا ايه يا زكيه؟ ابدا والنبي يا عتريس، انا بس قلبي عليك يا اخويا وعلى فلوسك. مش فلوسك هي فلوسي، لازم اخاف عليهم طبعا. كتر خيرك يا زكيه، ما تخافيش، ربنا رزقها وموسع علينا قوي الحمد لله. انت ما عندكيش فكره ولا ايه؟ عتريس الضعيف اللي قدامك ده اللي انت مستقليه بيه بيكسب كتير. ايوه يا اخويا فرحني كده فرحني، ما تخليش العوازل يشمتوا فيا. يشمتوا فيك ازاي يا زكيه؟ اياك انت فاكره ان الزبال ما بيكسبش؟ واحد زي بيخش له مش اقل من 20 جنيه في الشهر. بتقول ايه؟ ما تستغربيش يا زكيه، ما تفتكريش ان الزبال حاجه صغيره. الراجل فينا يقدر يطلع دهب من اي شغله ولو كانت حتى صغيره. والشغل ما فيهش صغير ولا كبير، الرك على الاخلاص. بس المهم تكون شغله شريفه، مش احسن ما اقعد عواطلي استنى ده يديني حاجه ولا غيره يحسن عليا. لكن ازاي يا عتريس بتكسب الفلوس دي كلها؟ دي حاجه ما تتصدقش ابدا. صدقيني يا زكيه، الزباله اللي بناخدها من عندكم ومن عند غيركم ايوه ما بناخدهاش نرميها زي ما انت فاكره. امال ايه؟ انا لازم اخدك مره افرجك على المقلب اللي بنكوم فيه الزباله. هتشوف ان احنا بنفرزها كل حاجه لوحدها. الصفيح القديم لوحده، الكهنه لوحدها، يا سلام. والحاجات الباقيه لوحدها. الصفيح ينباع بالطرناطه اللي بتوع الصفيح، يسيحوه ويعملوه من جديد. يا حلاوه. والكهنه تنباع للفابريكا بتاعت الورق، يعملوا منه الورق اللي بنكتب عليه واللي بنلف فيه الحاجه. اما باقي الزباله بقى فيعملوا منها السباخ اللي بنحطه في الارض عشان يقوي الزرع. يا سلام. شفت بقى زكيه الذهب اللي بيترمي في الزباله؟ يا خبر، ده انا ما كنتش اعرف الحاجات دي ابدا يا عتريس. ما تنسيش كمان يا زكيه ان انا بلف على 10-15 عماره، وليا صبيان بيساعدوني، وكل شقه بتدفع لنا زي ما انتوا بتدفعوا. لا ده احنا على كده هنتغدى في جزيره الشاي قوي. ده لو كان في هنا جزيره اسمها جزيره الذهب لازم نتغدى فيها كمان. قدها وقدود يا زكيه. صباح الخير يا مدبولي. خير يا اخويا. الله، جرالك ايه؟ ما ترد زي الناس. ما انا برد زي العفاريت، ما هو زي الناس اهو. يا اخي ده انا بقول لك صباح الخير، قال لي ما فيها ترد التحيه. ما بردش. انت عاوز مني ايه؟ مالك ومالي؟ انت زعلان من حاجه؟ والنبي ايه؟ لا مبسوط منك قوي، فرحان بيك قوي. الله، ايه الحكايه؟ ما تتكلم، عايز تقول ايه؟ اسمع يا عتريس، ايه؟ انا فاهم وانت فاهم. انا بواب العماره دي ودبه النمله فيها بعرفها. انا مش كروديا ولا خشني، انا مفتح قوي. انا مدبولي على سن ورمح. فهمني ولا مش فاهمني يا عتريس؟ وانا داخل ايه في الكلام ده كله؟ لا يا شيخ، خش يا في قلبي خش. دي المفهوميه كلها احنا اصحابها، واحنا اللي بادعينها في الحتاني دي. على اخر الزمن تستقردني يا سي عتريس، مبقاش كمان الا الزبالين يستقردونا. ده انا مدبولي وحش الاماره. اسمع ده انت، البت زكيه دي اللي بيبص لها بعين افقع حاله، فاهم؟ لا مش فاهم. زكيه دي خطيبتي، ولا انت ولا غيرك يقدر يحوشني عنها. هي بس اللي تقدر تقول لي ما تكلمنيش، لكن غيرها لا، مالكش كلام عندي. عتريس الزم حدودك، طوعني. هتعمل ايه؟ همنعك من دخول الاماره. خليك كل عيش احسن. ما تقدرش تمنعني. ليه؟ تكونش العماره باسمك وانا مش جريان؟ ايوه باسمي، مش عارف كده؟ لا مش عارف يا حضره الملك الجديد. العماره دي انا دافع تامين لصاحبها، فاهم؟ شاري دخولي هنا بالفلوس، محتكر العماره، يعني بالبلد المفهوم قوي محدش يقدر يخش هنا غيري، مفيش زبال غيري يقدر يحط رجله هنا. طب صاحب العماره هو مسافر وانا اللي همنعك، ولما يجي هقول له ان انا اللي منعتك، مش هتخش هنا، فاهم؟ واللي عاوز تعمله اعمله، روح اشتكيني بقى. اتكلم على قدك يا مدبولي، بالذوق هخش، بالعافيه هخش. بقول لك مش هتخش. اوعى كده من سكتي، ما تمسكنيش. اوعى، مش هتخش. بقول لك سيبي. اي كده اتعورنا مدبولي. طب انا هعرف شغلي مع صاحب العماره لما يجي، لكن محدش هيقدر يحوشني عن زكيه ولا عن العماره كلها. اديني منعتك عن العماره وهمنعك عن زكيه كمان. انا وانت وزمن طويل يا مدبولي. يا مدبولي. نعم يا حاج، نعم.
الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يسلمك. انت حضرتك عامل فتوة ولا ايه؟ انا امشي من هنا وانت تتصرف في مخاليق الله زي ما انت عاوز؟ اتصرفت في ايه يا حاج؟ كل ده ومش حاسس باللي انت عملته؟ اخش العمارة الاقي الريحة وحشة والزبالة متكومة على باب الشقق والصراصير مالية السلالم والسكان عمالين يصرخوا، ما انتش عارف انت عملت ايه؟ ما هو زبال قليل الادب يا حاج. اظن انت فاهم ان انا ما عرفتش كل حاجة. هو اللي قالك؟ ده كداب. لا مش هو. السكان اللي انت ناوي تطفشهم من العمارة الشكولي وقالوا لي ان الحاكم بأمره طرد الزبال. تقدر تقول لي طردته ليه؟ ايوه، بيوسخ السلم، بيوقع الزبالة على السلم وهو نازل، بكلمه وراح شاتمني، قلت له ما تجيش هنا تاني. يعني عشان كسلان تنظف السلم تطرد الزبال وتعمل لنا وباء في العمارة وتكره الناس في عيشتها؟ مش ده اللي انت عاوزه؟ والحكاية دي يا استاذ شمشون بقالها قد ايه؟ يومين والنهارده التالت. وما صرفتش ليه؟ ما شلتش الزبالة انت ليه؟ عاوز تموت سكان عمارة بحالها عشان عقلك الغبي؟ شلتها يا حاج في اول يوم وما عرفتش اوديها فين. حبيت اجيب زبال تاني، ما حدش يرضى يجي معايا. قالوا لي ما نقدرش نعتدي على عتريس، دي عمارته ولازم قبل ما نيجي نتفق مع صاحب الملك. امال انت فاكرها ايه؟ فوضى؟ حاجة كده يعني من غير نظام؟ يا حاج محمود، ما تشوفوا لكم طريقة في الزبالة دي. احنا جايين نسكن في العمارة عشان تموتونا ولا ايه؟ الدبان مال الدنيا والريحة مش طايقينها. انا هضطر يا حاج ابلغ الصحة. انا ما اقدرش اصبر على كده. المجاملات لها حدود، دي حياتنا وحياة اولادنا. حاضر يا استاذ، حاضر حالا دلوقتي. عاجبك كده يا سي مدبولي؟ عاوز توديني في داهية؟ انت على بالك ايه؟ خاسس عليك ايه؟ عاوز تستريح من كنس السلم وعتريس مش عاجبك مش عارف ليه تقوم تغرقني وياك. اسمع، اما كنتش دلوقتي حالا تجيب عتريس انت بنفسك تروح له، ولا هبعت انا اجيبه في الحالة دي يبقى مالكش شغل عندي، فاهم ولا؟ لا يا حاج، انا بنفسي هروح اجيب. حاضر. يا سلام يا عتريس، ده مهم قوي للدرجة دي؟ ياه، ده انا ما كنتش اعرف. الله، مالك يا ست زينات؟ مفيش حاجة يا زكية، أنا اللي متضايقة شوية، مش عارفة ليه. يو، هو في حد بيتضايق من غير سبب؟ هي ماما لما خرجت يا زكية ما قالتلكيش هترجع امتى؟ وهي بتقول لي يا ست من امتى؟ هي بس قالت لي انها خارجه تشتري شويه حاجات من شارع فؤاد. يعني ما انتش عارفه، ما هي الحاجات جايه عشانك انت يا ستي. يا اختي ربنا يتمم بخير. وبعدين يا زكية بلاش مضايقة بقى. هي دي حاجه تضايق؟ هو الفرح بيضايق؟ لا، ده في شوية حاجات كده يا زكية. انت لسه ما جربتيش. ما جربتش؟ والنبي يا ست ده انا قلبي ملهلب من الحب. امال انا عذراك ليه؟ الله يكون في عونك ويساعدك. انت بتحبي يا زكية؟ هو انا بحب بعقلي يا ستي؟ ده انا نار، ده انا نار واكتر من نار. الله يجازيك يا زكية، ده انت بنت عفريتة قوي. وصنعته ايه اللي بتحبيه ده؟ هيكون ايه يعني يا ست؟ دكتور ولا محامي؟ الناس العاليين دول علشان كنتوا يا ستي. انا يا اختي بحب واحد على قدي. على كل حال يا زكية الحب ملوش طبقات. الكلام ده صحيح يا ست، لكن الواحدة منا لازم تكون عاقلة. احب واحد اعلى مني ليه؟ هيتجوزني؟ مش معقول. وافرض ان الحب عماه قوي قوي واتجوزني، هيجي يوم يفوق لنفسه وهيروح الحب وانا اللي هعيش مذلوله. والنهايه ايه يا ستي؟ هيسيبني طبعا. ده ايه العقل ده كله يا زكية؟ ده انت فيلسوفة ومحدش داري. لا يا ست زينات، انا مش فيلسوفه ولا حاجه، انا بس فاهمه نفسي كويس. هو انا ايه؟ مش خدامه فقيره. جرى ايه يا بت؟ انت خدتيني كده في دوكا وما قلتليش بيشتغل ايه واسمه ايه؟ عتريس الزبال يا ستي. الزبال؟ ايوه الزبال بتاعنا، المعلم عتريس. شكله ايه ده؟ انا ما شفتوش ابدا. يا ست وانت هتشوفيه ليه؟ انت مالك وماله؟ انا اللي بنظف والم الزباله واسلمها له. حكم الصنعه انا وهو دايما بنشوف بعض الصبح. ياه، زبال وتتجوزي الزبال؟ لا يا زكية، انت شكلك مقبول وبرضه منسوبة لنا. ما يصحش تتجوزي واحد زبال. شوفي لك حد تاني. ماله الزبال يا ست؟ اسمه وحش ولا شغلته وحشه؟ هو انا هتجوز اسمه يا ستي؟ انا هتجوزه هو. انسان طيب واخلاقه كويسه، بيحبني وبحبه. انا مش شايفه فيه عيب. فيها ايه لما اكون مرات الزبال؟ مش احسن ما اكون مرات واحد بيه مش قادر يصرف على بيته؟
ويعني الزبال هيصرف ايه على بيته؟ بيكسب ايه؟ يا ست زينات يا ست زينات، ما تغركيش الاسامي واللبس النظيف. مكاسب الناس مش بالشكل ولا بالهدوم. الزبال اللي مش عاجبك اسمه ده بيكسب له اقله 20 جنيه في الشهر. وحشين. واقول لك ايه كمان، ياما زبالين بيكسبوا 30 و40 و50، وفي كمان بيكسبوا اكتر. ما تقوليش كده يا زكية، انت بتبالغي قوي. هي دي الحقيقه يا ستي. غيرش بس عتريس وراني كل حاجه. انت مش مصدقاني ولا ايه؟ انت فاكره هدوم الوسخه دي بعد ما بيخلص شغله بيعمل ايه؟ بيلبس جلابيه صوف معتبره ما يقلش تمنها عن اي بدله، وبيلبس اللاسه الحرير المعتبره والجزمه اللميع. تعرفي يا ستي لما تشوفيه بره ما تقوليش ان ده عتريس الزبال. ده على كده عتريس ما يقلش عن اي واحد كويس. الراجل يا ستي ما يعيبوش الا جيبه بس. الواحدة منا عايزه ايه؟ شغله شريفه واخلاق فيها رجوله. عدم المؤاخذه يا ست زينات، هو هو ايه يا زكية؟ قولي ما تتكسفيش. لا اصل برضه فيها اساءة ادب. لا قولي مسامحاكي. هو الاستاذ عصام خطيب حضرتك ماهيته كام؟ يا ملعونة. لو النبي يا ست ما اقصدش ابدا، ده سؤال بريء. ولا مش بريء يا زكية؟ هو في حاجة تستخبى؟ انا هقولك فيها ايه. عصام لسه متخرج جديد وعشان كده ماهيته صغيرة. بياخد 18 جنيه وبكرة ماهيته تزيد. مادام الراجل والست بينهم انسجام الفلوس ما تهمش كتير وكل شيء يهون. يا سلام يا ست، ما هو ده الكلام اللي بقوله. وبابا كمان هيساعدنا لغاية عصام ما تتحسن ماهيته. احنا لا بابا ولا ماما، احنا لازم نكفي روحنا بروحنا. وكمان يا ست مصاريفنا مش كتير زيكم. هنسكن في حتة بلدي وسكن على قدنا، محدش يعيب علينا، محدش هيقول الزبان ليه ما سكنش في الزمالك. ولا مؤاخذة يعني لما هنحب نتفسح هنروح جنينة الحيوانات، النفر بقرشين ساغ، نتمشى على كوبري قصر النيل، نشتري شوية سوداني ولا ترمس، يعني بالعربي كده فلوسنا هتكفينا وزيادة. مظبوط كلامك يا زكية، أنا كنت غلطان. مبروك عليك يا ستي وعلى عتريس. عزيزة بنتي عزيزة، الغويشة كانت هنا، راحت فين؟ غوشة ايه يا ست؟ لا يا شيخة، الغويشة بتاعتي كانت في درج التسريح، أنا لسه شايفاها من شوية. فيه ايه يا زينات بتزعقي ليه يا بنتي؟ ماما الشبكة بتاعتي كنت حطاها في درج التسريح ومش لاقياها. فين يا عزيزة الغويش؟ راحت فين يا بنت؟ العفاريت خدوها؟ والنبي يا ستي ما اعرف. ما تعرفيش ازاي؟ مين هنا في الشقة؟ مين دخل عندنا؟ انا وستك زينات وسيدك ممدوح وانتي. واظن ممدوح اللي عنده 3 سنين مش هيعرف الغويشة بتتاكل ولا بتتشرب، هياخدها يبيعها عشان يخش السينما. ما تتكلمي يا بنت، مين هياخدها هنا؟ والنبي يا ستي ما خدتها ولا شفتها. اسمعي، شغل ال3 ورقات ده مش عليا انا، تطلعي تنزلي بالغويشة. والنبي يا ست انا مظلومة، حلفوني انا مظلومة. والنبي ايه؟ قالوا للحرام يحلف قال جالك الفرج. احنا ما بنحلفش حد، الغويشة لازم تيجي من تحت الارض. وانا اعمل ايه يا ستي؟ اجيبها منين ورحمة ابويا ما خدتها؟ وانا ايه اللي جابنا عند التسريحة؟ ايه وانت بتنضفي اوضه النوم فتحت الدرج وخدتيها يا حرامية؟ لا يا عزيزة انت مش حرامية، احنا بنقول بس يمكن خدتيها تتفرجي عليها ولا حاجة، بس دوري عليها يمكن تلاقيها، وليكي عليا لو رجعت هتجيكي هدية كويسة قوي. والله يا ستي ما اعرف طريقها، اتفرج عليها ازاي؟ هو انا صغيرة؟ خلاص يا ماما، هي دماغها ناشفة ومصرة على كده، مفيش فايدة، لازم نبلغ البوليس. انا هوديها في داهية، هحط الحديد في ايديها، هخليها تاكل عيش السجن. يا دي الكسوف يا ماما، عصام هيقول ايه بس؟ يوه بلاش يا بنتي تديله خبر دلوقتي، هي هتروح فين؟ ضروري برضو هنلاقيها. وين ما لقيناهاش يا ماما؟ امرنا لله يا بنتي، نشتري واحدة غيرها. بس ده فال وحش يا ماما. ما هو ده اللي مزعلني. ده هيكون يوم عيد لو لقيتها تاني. من يوم زكية ما اتجوزت يا زينات واحنا مش عارفين نعوضها. كانت بنت كويسة وامينة وعاقلة وشغالة، ربنا يهدي سرها. اتجوزت جوازة كويسة تستاهل الخير زكية. هنعمل ايه يا ماما؟ ادي احنا غيرنا خدامتين من يوم ما خرجت وما فيش فايدة. الله يصبحك بالخير يا زكية. صباح الخير يا عتريس. اهلا، صباح الخير يا مدبولي. الشغل عايز كده. ازاي صحتك؟ نحمده يا عتريس. الله بس كانت ضربة في دماغي. يا شيخ حرام عليك، بتضرب القطة كده ليه؟ اضربها ليه؟ انت ضربت في قلبها، دي عماله تاكل الزباله من قلب الصفيحه واحنا واقفين وما بتختشيش. وفيها ايه يا راجل؟ هتقلب لك الصفيحه. ده حيوان ضعيف
ولما انت تطردها وانا اطردها والناس كلها تطردها هتاكل منين؟ هتعيش ازاي؟ ده مخلوق من مخلوقات الله ومخلوق نافع وليها رزقها. هي بتاخد مننا حاجه يا اخي؟ دي بتاكل من الزباله اللي الناس بترميها. سيبها يا شيخ ينوبك ثواب. انا مالي، انا قلبي عليك. ايه خايف على تعبي؟ معلش الواحد بيتعب عشان خاطر حيوان ضعيف زي ده. زكى عن العافيه اللي اداها ربنا. اكرم الضعيف يكرمك المولى. صباح الخير. صباح الخير يا مدبول. اهلا. انت جيتي في وقتك والله يا زكيه. انا خلصت ومستنيكي. يعني يا ست من يوم ما اتجوزتي ما حدش شافك. والله مشغوليات يا مدبول. اسمع مدبولي، انت وراك حاجه دلوقتي؟ ليه؟ زكيه يا سيدي جايه في موضوع للجماعه اللي كانت عندهم الست موزينات. موضوع ايه؟ خير ان شاء الله، بس تعالى معانا. الموضوع ده يخصني. بقول لك خير، تعالى بقى تعالى. بس انا ما اعرفش الموضوع ده. هتعرف دلوقتي. زي بعض يا سيدي، اروح معاكم. يلا بينا، يلا زكيه. مين؟ زكية؟ أنا مش مصدقة عينيا، مش معقول الكلام ده. زكية يا ماما، خشي يا زكية، خشي وانت غريبة، تعالي. بس انا مش لوحدي. مين معاكي؟ جوزي عتريس الزبال ومدبول البواب بتاعكم. طب وماله، اتفضلوا. أهلا وسهلا. ادخلي أوضة الصالون يا زكية، والله لازم تقعدي في أوضة الصالون. ده أنت ضيفة النهاردة. اتفضلوا يا جماعة اقعدوا. الله، ما تقعدوا. ايه الشياكة والجمال ده كله يا زكية؟ ده بس من ذوق يا استاذينات. اهلا يا ست هانم، اهلا. شرفتوا. ده احنا ما ننساش ايامك ابدا يا زكيه. تسلمي. عتريس، زكيه بنتنا وغاليه علينا قوي. والله وانتوا كمان غاليين عليها يا ست هانم. دي ما بتبطلش سيرتكم طول النهار. يا سلام، زكيه دي بنت حلال تستاهل كل خير. كتر خيرك يا ست، ده بس من كمالكم. ما بتجيش ليه يا زكية؟ ما انا جيت اهو، بس مش جايه بايدي فاضيه. واحنا عارفين جايبة عتريس في ايدك. لا، وجايبه حاجه تانية. جايبه لك هديه يا استاذينات، تقبليها؟ هدية؟ لا يا زكية، ده احنا اللي نقدم لك الهدية. هو ده الكلام؟ انت بتشتمينا بالذوق. لا يا ست، لا، معاش من يشتمكم. اتفضلي شوف الغويشه دي تعجبك. الغويشة؟ ايه ده؟ دي ايوه، عارفه انها بتاعتك، عارفه انها الشبكه الغاليه. لقيتيها فين يا زكيه؟ البركه في عتريس، لقاها في الزباله، ما كانش عارف بتاعت مين. قعد يقول لي يا زكيه انا ضميري تعبان، عاوز ارجعها لاصحابها بس مش عارف ارجعها لمين. اول ما شفتها يا ستي عرفتها على طول. قلت له اسمع يا عتريس، زمان الجماعه زعلانين قوي علشان لازم اروح بنفسي اوديها لهم. متشكرين قوي يا زكيه، ده احنا مش عارفين نودي جميلك فين. لا شكر على واجب يا ست هانم. احنا ناس فقراء صحيح، لكن عندنا امانه وشرف. وزكيه كانت عندكم عيش وملح، والعيش والملح ما يهونوش اللي على ابن الحرام. يا سلام عتريس، ده انت كل يوم بتعرفنا انك ابن اصل. صحيح الامانه دي ملهاش دعوه بغني ولا فقير، دي حاجه موجوده في الدم. الارزاق على الله مدبولي، ربنا يغنيها بالحلال. الواحد لما يكون امين ربنا يبارك له في رزقه. احنا عايزين ايه غير الصحه والستر؟ فاكر يا مدبولي لما اتخانقتي وياه وقلت له ما تخشش العماره؟ فاكر يا هانم، دي كانت غلطه، ما كنتش اعرف ان عتريس بالشكل ده. عرفت بقى ان احنا ما نقدرش نستغنى عن عتريس ابدا. دلوقتي عرفت اكتر يا ست هانم. هديه لك يا عتريس.